الولادة الطبيعية نمرة واحد، الطفل هينزل من الممر الطبيعي بالبكتيريا النافعة اللي موجودة عند مامته، اللي هو هتوصل له تعمل نقدر نقول نقطة البداية الصحيحة. اللي اتولد قيصري فتحنا عليه كده فجأة عضلات البطن وخرج للدنيا من غير ما يعدي على البكتيريا المنشطة للمناعة. حاجة تانية ان الولادة الطبيعية فيها ضغط العضلات بتاع حوض الأم على صدر الطفل، القفص الصدري، فبتنظف رئتيه من السوائل اللي موجوده في الحويصلات الهوائيه، فبينزل يتنفس كويس. اللي فتحنا عليه الباب فجاه كده ومن غير ما الميه اللي في الرئتين الموجوده طبيعي في الجنين موجوده في الجنين، فينزل اكيد هيبقى عنده صعوبه في التنفس. الام اللي والده طبيعي بتتعافى اسرع، تقدر ترضع بدري، تحط ابنها على صدرها، فبيوصل عنصر اخر من الغذاء بالمناعه الطبيعيه. الام اللي والده قيصري تعبانه، على بال ما تتعافى هيكون الطفل ادوله حاجه تانية بديله، هيستصعب يرجع لمامته. يعني فنقول دايما الرضاعه الطبيعيه هياخد الطفل خبره الام المناعيه على مدار عمرها هتنزله في اللبن. طب اللي رضع ببرونه وفيها لبن صناعي، خبره مين اللي وصلته في الببرونه؟ خبره البقره اللي جايه منها. فبالتالي ما فيش شك ان الرضاعه الطبيعيه والولاده الطبيعيه هنرجع للطبيعه، وبالتالي يعني يا ريت يبقى عدم اللجوء للولاده القيصريه الا للحالات تستاهل الكلام ده. يعني في بعض توجهات ساعات الام هي اللي بتطلبها، انا عايزه اولد في تاريخ ميلاد اخوه او في تاريخ ميلاد باباه، علشان يعني او في الاجازه بتاعتي، يعني عشان ما اخدش اجازه، فهي بتحدد ساعات على، فطبعا ده توابع بتبقى اكيد مش مصلحه الطفل يعني، وساعات من مصلحه الام كمان.